انت كإنسان اخطر عدو ليك مش الناس ولا الظروف، اخطر عدو ليك كإنسان عايش جوه دماغك، ولو انت ما سيطرتش عليه هو اللي هيسوق حياتك. بص يا صاحبي، في وقت من الاوقات هتبقى قاعد لوحدك، لا اصحاب ولا موبايل ولا اي حاجه هتنفعك، هتلاقي نفسك قاعد مع دماغك بس. وهنا بقى المشكله، ان دماغك مش دايما بتقف في صفك، دماغك مش دايما بتساعدك، دماغك ساعات بتكون اكبر عدو ليك. هتلاقي بقى صوت من دماغك بيقولك انت مش كفايه، انت هتفشل. وده زي ما اتكلمنا عنه الفيديو اللي فات وسميناه القلق الاستباقي. شفت بربط لك الفيديوهات ببعض اهي، وقلنا ان دماغك بتعيشك اسوأ سيناريو من قبل ما يحصل اصلا. المشكله يا عزيزي مش في ان الافكار دي موجوده، المشكله الاكبر انك مصدقها وبتتصرف على اساسها. بس اللي لازم تفهمه ان انت مش افكارك، انت اللي بتسمع الافكار دي، ولو انت ما سوقتش افكارك دماغك هي اللي هتسوقها، وساعتها هتعيش حياتك كلها على اساس خوفك. خليني اقول لك حاجه مهمه، في ناس بتجرب مره واحده وبتستسلم، وفي ناس بتفضل تحاول 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 لحد ما توصل. الناس دي بقى اللي بتقولك مش عارف تحفظ اقرأ تاني، لسه مش فاهم اكتب، لسه قرر، لسه ارجع من الاول، لحد ما مخك يستسلم ويقولك خلاص الراجل ده مش هيسيبني في حالي، خلينا ننجحه بقى وخلاص. حرفيا ده اللي بيحصل. مخك يا صديقي ذكي جدا، لو انت قلت هحاول هيفهم ان في باب لسه للهروب. هتقول لي اصلا يا جو طب هو ليه مخي اصلا مش عايز ننجح؟ هقول لك يا صديقي، مخك عايز يريح دماغه. حرفيا مخك مش بيحب ان هو يتعب، مش بيحب ان هو يستهلك في افكار كتير، عايزك دايما تفكر في الحاجه السهله اللي ما تتعبوش. عشان كده دايما هيوديك لاسهل طريق، بس مش دايما بيبقى هو الصح. لكن لو انت وقفت قصاد دماغك وقلت له مفيش غير الطريق دوت اللي هنمشي فيه، مخك هنا هيبدا ان هو يتغير ويتاقلم ويخلق حلول عشان يوصلك للي انت عايزه. في ناس يا صديقي خلت التعب عادي والخوف عادي والضغط عادي، بقى ده نمط حياتهم، ومع الوقت مخهم بقى صلب، بقى قوي. انت فاكر ان انت بتعمل اقصى ما عندك، جبت اخرك حرفيا، بس الحقيقه اللي هتزعلك غالبا يعني لسه ما استخدمتش ربع الطاقه اللي عندك. انت يا صديقي يا انسان جواك قوه، بس انت مش عارف ازاي تطلعها، ولو عرفت وطلعتها هتندهش من نفسك. المشكله بقى في الشخص اللي بيقلق، اللي دايما بيقول قبل ما يعمل اي حاجه طب لو فشلت، من غير ما يجرب حتى. ده عكس الشخص القوي المسيطر اللي لسه متكلمين عنه، ده بيقول طب لو نجحت. ده دايما بيفكر في النجاح، ما بيحطش الفشل اولويه ليه، ما بيفكرش فيه اصلا. الاتنين نفس المخ، بس الفرق في طريقه استخدامهم ليه. انت دايما متعود مني ان اديك الحل، وانا مش هزعلك. اول حاجه يا عزيزي، ما تصدقش كل فكره. اي فكره سلبيه اسالها ايه دليلك، ان انت ايش عرفك ان فعلا اخر الطريق دوت هيبقى فشل. تاني حاجه، خليك بتكرر، المخ بيتعلم بالتكرار. 3، اعمل لنفسك نظام، خلي عندك روتين ثابت حتى لو مش حاسس. رقم 4، اقفل باب الهروب، ما تفكرش انك تهرب، عشان لو فكرت انك تهرب مخك هيساعدك، لان زي ما قلنا مخك عايز دايما اسهل حاجه، فاوعى تفكر انك تهرب. 5 حاجه، واجه خوفك. كل مره بتواجه فيها الخوف دوت بيصغر، وكل مره بتهرب الخوف دوت بيكبر. في الاخر يا صديقي احب اقول لك ان مخك دوت اكبر سلاح، يا اما تستخدمه وينفعك، يا اما هيحاربك وهيضرك، وطبعا القرار في ايدك انت يا عزيزي. لو وصلت لحد هنا فانا احييك، برضو طالما انت وصلت لحد هنا يبقى اكيد لازم تعمل لايك على الفيديو دوت وتتابعني وتعمل تعليق حلو يشجعني. بس كده، انا يوسف علاء في موضوع على الماشي. سلام.